السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية مكرونة نجرسكو. وطبعا لو انت بقى بتعمليها زيي قولي لي برضو في الكومنتات وهستناكي. بس اما نشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير نصلي بينا عنها. بالمقادير خفيفة خالص: نص كيلو بانيه، طماطمايه، نص كوباية زيتون، نص كيلو من الجزر. البهارات طبعا ملح وفلفل اسود وسبع بهارات. دي شوية زيت صغيرين كده، زيت زيتون. هسيبهم يسخنوا خالص. هنزل بالفراخ بتاعتي لغاية لما تبيض كده وتبقى شكلها خلاص قربت ايه تستوي زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي انا نزلت بالبهارات بتاعتي. وما تنسوش كمان تحطوا شوية كركم، بيخلي طعمها جميل جدا. دلوقتي هنزل بقى بالجزر بتاعي بعد ما الفراخ بتاعتي استوت. هنزل بالجزر. طبعا انتوا شايفين الجزر كتير بس كل ده هيهبط دلوقتي زي ما احنا شايفين. وبعد كده هعمل ايه؟ هسلق المكرونه دي بقى اختياري، ممكن تحطي مكرونه قلم ومكرونه اللي هي الشرايح. انا حطيت مكرونه قلم كده زي ما احنا شايفين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا نزلت بالطماطم ونزلت بالفلفل وكمان اخر حاجه الزيتون. ما تكتريش الملح علشان خاطر الزيتون كده كده مالح. وهنعمل مع بعض البشاميل بقى احنا كلنا عارفينه. انا جبت طبعا 3 معالق من الزبدة، عليهم معلقة زيت، حطيت فيهم 6 معالق من الدقيق. شوحتهم كده لغاية لما ريحتهم طلعت، مش واخدين لون خالص بس ريحتهم تطلع. وهنزل عليهم باللبن بالتدريج انتي بقى عشان خاطر لو ما بتعرفيش تظبطيه. انا نزلت مرة واحدة ووطيت النار. هقلب بقى لغاية لما يديني القوام المناسب اللي انا عايزاه. وكمان هحط له البهارات بتاعتي، عبارة عن مكعبين من المرق، وكمان فلفل اسود والسبع بهارات. لو انتي عندك فلفل ابيض حطي عشان ما يغمقش، بس هو ما بيغمقش يعني. وكمان حطيت بشرة من جوز الطيب، بشرة خفيفة كده من جوز الطيب، بتدي البشاميل طعم رهيب وبتوديه في حتة تانية. انا طبعا بعمل البشاميل بتاعي بلبن بس، انما مش بحط عليه شوربه. شايفين ما شاء الله بعد ما حطيت التوابل بتاعتي انا قلبتها كويس 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 لغايه لما هيغلي كده. وهنشوف القوام مع بعض. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. القوام ده انا بحبه. ممكن يعني تخفيه لو انتي بتحبيه اخف من كده. في ناس بتحط بيض، انا ما بحطش بيض خالص. وزي ما احنا شايفين يعني شكلها رهيب. طبعا كده انا خلصت حاجتي وسلقت المكرونه. هنقص بقى البشاميل بتاعي نصه عشان خاطر اعمله للوش، والنص التاني هقلب فيه المكرونه. وهنزل بالفراخ بتاعتي والجمال ده كله عليه. هنشوف بقى شكلها عامل ازاي. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، اصلا تتاكل كده من غير ما تدخل الفرن. انا طبعا هجيب البايركس بتاعي، احط فيه معلقتين بشاميل وهفردهم كده في البايركس. وبعدين هنزل بالكميه بتاعه المكرونه بتاعتي وهسويها طبعا كويس. وبعدين طبق البشاميل اللي انا كنت شايلاه هحطه على الوش زي ما احنا متفقين. انا ما حطيتش بيض ومش هحط بيض. انت عايزه تحطي حطي. هنشوف بقى الطبقات مع بعض شكلها عامل ازاي. غير بقى ان هي اصلا لما بتغلي وبتتغلغل كده مع بعض بتبقى طعمها وهمي. وهنشوف وشها دلوقتي وشكلها يبقى عامل ازاي. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. شكلها طبعا يتكلم عن نفسه، ولا البكبكة بقى ولا ريحتها وطعمها. انا طبعا وريتك الطريقة بتاعتي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله ان شاء الله استنوني في يوميات دودو جديدة. واهم حاجة دعواتكم وكومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني. مع السلامة في يوميات دودو جديدة. شايفين ما شاء الله شكلها طبعا بيتكلم عن نفسه. شايفين وجوسي كده وجميلة جميلة جميلة وطعمها وهمي. ان شاء الله يا رب تعجبكم. استنوني طبعا زي ما قلت لكم في يوميات دودو جديدة. مع السلامة.